ابو ذنون كابتن يونس محمود، ايش تنطي ترافيك لايت؟ ايش تنطي الان؟ اي لا، عندك 3 ازرار تضغط واحده، اما تقول له توقف او تقول له احذر او تقول له استمر. الان ايش تنطي للكابتن؟ لا انا اقول له احذر. طي الاصفر، احذر. ليش يحذر ابو ذنون؟ لين شوف تاريخ يونس محمود حافل بالانجازات. لاعب مقاتل، لاعب قدم للكره العراقيه، لربما انا ذكرتها سابقا، بمستوى حسين سعيد واحمد رضا وجزء افضل من عندهم قدم هو للمنتخب العراقي والجمهور العراقي. الان هذه المرحله فاصله في حياته، يجب ان يختار الوقت المناسب للتعامل مع الجمهور، ويجب ان يكون حضوره مستمر مع جمهوره. اليوم النجم ليس فقط في الملعب، النجوميه خارج الملعب وفي قراراته وفي تعامله مع الصحافه، مع الجمهور، مع قراراته اللي يتخذها. يعني انا كنت يعني اعتب على يونس انه اتخذ قرار اعتزال وبعدين رجع. النجوميه عندما تتخذ قرار هذا يكون قرارك مدروس، انت اتخذته بمحض الدراسه والتفكير واعتبرت انه هذا الوقت المناسب. لكن عندما ترجع من قرار الاعتزال وتقول المدرب اثر بي، اذا قرارك ما كان مدروس. فعليه انه دائما كثير انا ما اعتزلت ظلت الصحافه شهرين تكتب والجمهور ينادي شهرين، حوالي اكثر من شهرين، انه كابتن لا تعتزل وبيك بعد سنه وبيك بعد سنتين. لكن هذا المطلبيه من الجمهور والصحافه هي اللي خلتني ازيد اصرار انه انا وصلت المرحله اللي اكون بيها ناجح. زين ما فهمت انه تحذره من الاستمرار، تحذره من هذا التردد بموضوع الاعتزال، تقول له اعتزل. يعني اقول له انه اثبت جداره، بعد ما عاد اثبت جداره وراح لعب بالهلال السعودي، ومستوى منتخبنا ايضا مستوى جيد. ممكن يكون منا بعد سنه لكن يجب عليه ان يختار ان يختار الوقت المناسب. لربما يجي وقت يعني لاكو منتخب وهو يكون وضعه البدني او وضعه الفني غير جيد، الجمهور يبدي يطالب برحيله، هذه كارثه بالنسبه لي. تقصد ما تليق به يعني. ما تليق به. طيب نطفي الاصفر الذنون ونروح للصوره اللي بعد. بالنسبه لي يعني انطي مين؟ شوف اليوم انت مو سهله تبني لك جمهور، لكن الاصعب انه كيف تحافظ على هذا الجمهور. اذا انت ما تعرف قيمه الانجاز مالتك راح تخسره، وراح تخسر جمهورك وراح تخسر انجازك. فعليه ان يكون حذر في المرحله المقبله. اليوم حكيم شاكر يجب ان تكون له استراتيجيه تدريبيه فنيه متفق مع اتحاد كره القدم في بناء منتخب وطني. انت اليوم اعتمدت على الوجوه الشابه في كثير من البطولات وقدمت انجازات رائعه. لا تغير هذا الاسلوب حتى لا تخسر مجدك وتبني فريق يعني يتعكز بالمستوى الفني. يعني هذا كلش ضروري. انا اليوم لو كنت مكان ناجح او مكان حكيم، كل اللاعبين الكبار اقدم لهم يعني كل الشكر والتقدير واقول لهم اخذوا راحتكم. اليوم انا اريد اسوي منتخب وطني عراقي جديد. انا اتذكر عبارتك باحدى القنوات التحليليه، تحللت بعد المنتخب زيكو اللي يلعب ويا اليابان. يعني هذا الفريق كلش معجب به. نعم، هذا الفريق لو استمر لحد لحظتنا اليوم انا اقول لك كان اختلفت النتائج 100%. ليش؟ لانه انت الحاله الفنيه بالنسبه لكل فريق من تغير الوجوه، تغير اللاعبين، يعني يصير عندك تلكؤ بحاله الانسجام والتفاهم ما بين اللاعبين. وبعدين اللاعب مثلا مهاجم، انا من لعبت اول مباريات ما كنت متميز مع المنتخب، لكن بالاستمراريه والاحتكاك مع الفرق ويعني شلون اقول لك الخبره بالمباريات تعطيك زياده الثقه بالنفس، تعطيك مسافه كبيره في انه تتعامل مع المباريات بشكل افضل. فلذلك تعلمنا يعني مبكرا، ولذلك اصبحنا نجوم وقدرنا نقدم شيء. والان تشوف انه الكابتن حكيم لازم يعتمد على تشكيله ثابته واحده. نعم، من الشباب. صحيح. وبعدين
مسألة تغيير الوجوه في مباراة من مباراة إلى مباراة، الاستقرار بالتشكيلة، نتائج إيجابية. تتوقع حكيم الكابتن حكيم يستمر مع المنتخب في حالة ناجح حمود رئيس الاتحاد المقال، لو المنحل، الاتحاد منحل نعم. هاي عندكم بالرياضة هم يصير تصريف أعمال؟ مو طيب رئيس اتحاد تصريف الأعمال، يعني ما جاي يتحدث بالتليفون، بالله اعطيني اياها صورة. اي يقول فلاح انسحب واحمد راضي راح البرلمان وظل البيت المطيرة. شو تقول؟ والله شوف، رايح الامور بهالاتجاه؟ نعم اعتقد رايحه بهالاتجاه، يعني لانه يرجع ناجي حمود رئيس الاتحاد مره ثانيه. يرجع ناجي حمود رئيس الاتحاد. وكانك يا ابو زيد ما غزيت. ما كانك من الاول. انا شوف، من كانت اكو انتخابات الاوليه اللي فاز بها السيد ناجي حمود، التقيت بفلاح ورعد حمودي، وقلت لهم فلاح كان عنده نفس كتلة المعارضة اللي اليوم اللي هم سووا القضية ورفعوها ونجحوا بها، والآن قلت لهم هذه أنتم اعتراضكم ما يعني اعتراضكم على ناجح لازم إحنا نتعاون، ولو أنا ما عندي حقيقة ما عندي ويا ناجح يعني أي مشكلة أو خلاف. لا أنت بوقت بيوم الانتخابات اعترضت وكان عندك اعتراض على آلية الانتخاب وطريقته، بس ما كنت جزء من المعترضين يعني اللي لا ما كنت قدموا شكوى؟ ما كنت من ضمن المعترضين. أنا كنت أسوي محور وائتلاف ما بيني وبين فلاح، لكن رفضوا فلاح ورعد، رفضوا. قالوا يعني في قناعتهم ما يردون، يعني حتى لو هو مائتلف وياي فلاح كان أنا صرت رئيس اتحاد، أصواتي أكثر من أصوات ناجح، وهي عملية انتخابية يعني ما بيها زعل، ماكو مشكلة بيني وبين لا فلاح ولا بين سيد ناجي حمود، كان انتهى الموضوع. لكن هم أصروا يردون ينجحون فلاح ما عنده أصوات، فلاح ما عنده مقبولية بالهيئة العامة كقيادة كاستراتيجية يعني ما عنده هذه القبولية، ولذلك كان موضوع الفشل هو حتمي بالنسبة له، وأنا قلت لي في وجهه، وكان رعد حمودي موجود وكان أحمد عباس موجود السيد أحمد. فقلت لهم يا اخوان خلي الاصوات اللي عندكم انتم المعارضين مع الاصوات اللي عندي، انا ممكن اصير، وبعدين احنا ممكن نتعاون يعني كل احنا يعني يريد فلاح كابتن فلاح يجي يصير نائب، نتعاون على هذا الموضوع. لا النتيجه راحت الامور بصفقه يعني راح السيد ناجح الرئيس نعم. السيد عبد الخالق النائب الاول، السيد شرار النائب الثاني. انا كان ممكن انجح كنائب، لكن كنائب ممكن تنجح لكن صح. طيب شلون تقيم الاتحاد خلال فتره السيد ناجح حمود والفتره اللي قبلها فتره حسين سعيد؟ والله شوف، سويت مقارنه بيناتهم. نعم طبعا فتره حسين سعيد رجل متمكن، رجل عنده يعني علاقات جيده، عنده يعني رغم انه كان هو محارب، رغم كان هو يدير الاتحاد من خارج البلد، ولكن كان متفوق، كانت عنده انجازات، كان اكو هنالك تعامل مع العراق بشكل ايجابي من قبل ما اقدر اقول مو كفؤ، انطيه حقه. فحسين سعيد نفس الحاله، كان كفؤ في مركزه، رغم قلت لك الحكومه العراقيه ضد حسين سعيد، وزاره الشباب ضد حسين سعيد، بس لكن طيب. كان هو صامت. خلينا نعبر على فتره ناجح. نعم. شلون تقيم؟ ناجح هل كان ناجح؟ ما كان ناجح. ليش؟ لان اكو حاله تخبط بالقرارات، اكو فوضى بعمليه. لا شلون تتوقع انه الهيئه الاداريه راح تنتخبه مره ثانيه؟ اما هو تقول لي راجع، لين ظل البيت المطيره رجع ليها الصوره. ليش؟ لان ماكو اليوم منافس الناجح
يعني وبعدين هم كل رئيس يرتب الهيئة العامة بالطريقة اللي تخدمه. فلذلك يعني هم اليوم الهيئة العامة الموجودة مقتنعة. وأنا برأيي الشخصي اليوم ناجح ممكن يتعامل مع الحكومة، ممكن ربما الآن اختلف مع وزارة الشباب، لكن هو كان مفضل بالنسبة للحكومة، كان دعمه. لو كان أحمد راضي كان ممكن لقى نفس المحاربة اللي حاربوه لحسين سعيد، ومن وزارة الشباب نفس الشيء، عملية التسقيط والإسقاط. أنا اليوم ممكن أني أترك الحالة النيابية والانتخابات النيابية وأروح أتوجه لي، وممكن أحصل على أصوات، وممكن لو أسوي اليوم لكن أنت حاسم أمرك. لا ما راح تدخل بهاي المعمعة، ما راح أخذ لسبب واحد، لقناعتي أنه أنا حالة التسقيط موجودة لدى الآخرين من قبل الداعمين الرئيسيين هم الحكومة ووزارة الشباب. فلذلك أنا ليش أدخل نفسي بهذه الحالة المعمعة وأنا أعرف تقول الوضع اختلف، واضح موقف وزارة الشباب من الاتحاد الحالي وإدارة الاتحاد الحالي. ما يردون أحمد راضي، يردون فلاح حسن، وهم يضربون بالحائط، يردون يجيبون فلاح حسن. فلاح حسن ما راح ينجح لا من خلال الهيئة العامة. التصور أعلن انسحاب السيد فلاح؟ ما أعرف أعلن ما أعلن، بعد ما أعرف، بعد لسه ما يعني سمعت أنه ينوي الانسحاب. إيه لكن هو ما راح ينجح، هسه هو خليه يدخل، ما راح ينجح أمام ناجح أحمد. زين أنا بس والعراق يعني ما بي غير بس أحمد راضي وحسين سعيد وناجح حمود وفلاح حسن. أنا بالنسبة لي إذا تسألني أنا هذا اللي يعني طيب لا هسه خلص أحمد راضي راح للبرلمان مثل ما يقول الأستاذ ناجح بهذا الفوتوشوب مالنا. أحمد راضي للبرلمان، وضع السيد فلاح حسن بعد ما محسوم يبدو راح ينسحب. من الأسماء المذكورة الآن بقى بس السيد ناجح، بس السيد ناجح راح يصير أمام الهيئة العامة. ممكن هادي أحمد اليوم همينه راح يترشح. هادي أحمد أي نعم. شوف حظوظه؟ حظوظه له مقبولية يعني، بس أيضا ما راح يقدر يواجه ناجح. شرار حيدر؟ لا ما له حظوظ وممكن ما يرشح؟ ما أعتقد يرشح. سيد عبد الخالق مسعود يقول احتمال ما يرشح. ممكن يعني. ممكن يعني يجوز نخلص من الصفقة الشيعية السنية الكردية؟ ممكن يعني. إن شاء الله نخلص كل التغييرات يعني هي شوفوا بعد لا يصير الأمر محسوم وتجي مستجدات في المراحل القادمة قد تغير الوضع كله يعني. طيب خلينا نروح للصورة اللي بعدها.